تويوتا سوبرا دي العربية اللي عملت أكبر جدل في الكام سنة اللي فاتوا. موتور BMW في جسم ياباني، ناس بتحبها وناس بتكرهها، بس اللي الكل متفق عليه إنها عربية سريعة جدا. لكن قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي على النبي وتعمل سبسكرايب للقناة. لما بنتكلم عن العربيات الرياضية اللي سابت بصمة حقيقية في تاريخ صناعة السيارات، لازم أول اسم يجي في بالنا هو التويوتا سوبرا، وده بسبب شهرتها بالجيل الرابع المعروف بالMK4، وده الموديل اللي نزل في التسعينات، كان وقف إنتاجها لسنين، بس تويوتا رجعت في 2020 وأحيت الأسطورة دي في الجيل الخامس بالتعاون مع BMW. العربية جاية بمحرك 6 سلندر بسعة 3000 سي سي، وفيها تيربو بيطلع 382 حصان، وبعد التعديل بيوصل ل 700 و800 حصان، وعزم دوران 495 نيوتن متر، وبتطلع من 0 ل 100 في 4 ثواني. ودلوقتي العربية اللي معانا في الفيديو الهدف منها هو تحويلها من مجرد تويوتا سوبرا عادية لتويوتا سوبرا جاهزة للسباقات والحلبات. فالخطة دلوقتي انهم يشتغلوا على نظام التعليق بالكامل عشان العربية تثبت في الارض اكتر، ومقصات رياضية عشان يظبطوا زوايا العجل، وكمان نظام الفرامل عشان التحكم في السرعة العالية، واكيد اكزوست سيستم جديد عشان تقوية الصوت وتحسين الاداء، وكمان كاوتشات تستحمل الدريفتات والسباقات. وهيغيروا كمان الفوانيس واجزاء كتير من البادي للكربون فايبر، وده عشان يقللوا الوزن. اول خطوة بدأوا بيها كانت تجربة صوت العادم الاصلي للعربية. الحقيقة شكمان السوبرا الستوك صوته مش وحش ابدا، يعتبر من احسن اصوات الشكمانات الاصلية، خصوصا في وضع السبورت. المشكلة انه مكتوم جدا، ومعظم الصوت كان من التربو مش من العادم نفسه. بس قبل ما يركبوا الشكمان اللي جايبينه قرروا يعملوا التجربة اللي 90% من الناس بتعملها في تعديل العربيات، وهي المفلر ديليت، وده ارخص تعديل ممكن يتعمل. وده عبارة عن انهم بيقطعوا الشكمان الاصلي ويخلوه ستريت بايب عشان يسمعوا الفرق، وفعلا بدأوا يقطعوا في الاكزوست بالمنشار، وبعد ما خلصوا دوروا العربية الصوت بقى اعلى بفرق بسيط، وكمان مش الصوت الرياضي اللي كانوا متخيلينه. بعد التجربه دي قرروا يركبوا العادم الجديد، وده عادم احترافي قابل للتعديل، في مواسير باقطار مختلفه 3 و3.5 بوصه، وفي نظام مانع للدرون. والدرون هنا مش الطياره اللي من غير طيار، لا، ده نظام بيمنع صوت الزنه اللي بتحسه جوه العربيه على السرعات الثابته. بداوا يفكوا الاكزوست القديم، وعمليه التركيب كانت بسيطه لان النظام ده متصمم بالظبط على اماكن تثبيت الشكمان الاصلي، وفي خلال ساعه واحده الشكمان الجديد ركب في مكانه. ومع اول تدويره للعربيه الصوت كان مرعب واعلى بكتير من التعديل اللي عملوه. لكن الاختبار الحقيقي للاكزوست هيكون على الطريق. في الوضع العادي الصوت هادي ومقبول جدا ومش مزعج، اما في وضع السبورت الصوت بيبقى اعنف واجمد، وكمان الباك فاير اللي بتمزج كل عشاق العربيات. دلوقتي الاكزوست الجديد ركب تمام، وعايزكم تقولوا لي رايكم في الصوت ده في الكومنتات، وكده يكون فاضل العفشه والفرامل. نبدا بالعفشه. دلوقتي بيعملوا ارخص واشهر تعديل لتوطية اي عربيه، وهي قص السوست. بعد ما رفعوا العربيه وطلعوا السوست بدا انه يقص لفه كامله من السوست الاماميه والخلفيه، وبعدها نزلوا العربيه على الارض عشان يجربوها. وكشكل مبدئي كانت العربيه واطيه ومظبوطه جدا، بس الشكل مش كل حاجه في مشروع زي ده، الاهم هو الاداء. والعربيه مع اول طلعه ليها على الطريق العربية اتحولت من عربية رياضية ماسكة نفسها لعربية متفككة، ومع أقل مطب هتحس إن العربية هتفك من بعضها. فرجعوا بالعربية على الورشة على طول عشان يبدأوا شغل الجد. فدلوقتي الخطة إنهم يجهزوا العربية بعفشة كاملة تستحمل السباقات والحلبات. أول حاجة الكويل أوفرز اللي بتسمح بالتحكم في الارتفاع ودرجة النشفان، وبعدها طقم مقصات، وده أهم قطعة في المجموعة، مقصات ألمنيوم خفيفة وقوية، والأهم إنها قابلة للظبط بالكامل، وعشان يقدروا يظبطوا زوايا العجل براحتهم عكس المقصات الستوك الثابتة، وطقم فرامل بطنابير أكبر، وكاليبرات ب6 بساتم عشان توقف العربية في مسافة أقصر، وأجزاء تانية كتير هيستخدموها. بدأوا الشغل على طول في العفشة الأمامية، بس هنا قابلتهم أول مشكلة فنية. المساعد الأمامي كان قافش، فالحل إنه يفك الركبة بالكامل ويطلعوها بره العربية عشان يعرفوا يخرجوه، وفعلا عملوا كده وفكوا المساعد الستوك. ودلوقتي هيركبوا الأجزاء الجديدة. أول حاجة ركبها كانت المقص، وبعدها كانت الكويل أوفر، وكمل في تركيب باقي أجزاء العفشة، وكده يكون جزء العفشة خلص. نخش بقى في جزء الفرامل. أول حاجة ركبها كانت الطنابير، وبعدها الكاليبرات. بس وهم بيركبوا الفرامل فكوا خرطوم الفرامل الستوك وركبوا الخرطوم الجديد على طول، وده عشان يقللوا كميه الزيت الباكم اللي بتقع، والاهم عشان ما يخلوش دايره ABS تاخد هواء، وده كان هيعقد عمليه تجديد الزيت. وكده يكون الجزء الامامي بالعفشه والفرامل خلصوا. ونيجي بقى للجزء الخلفي. العفشه الخلفيه كانت اسهل، السوست المقصوصه طلعت، وكمان الكويل اوفر، وبعدها المقص الجديد. بس خد باله وهو بيركب المقص ان في سبيسر او جلبه طويله، ودي بتخلي مسامير الرجلاش بارزه وبيسهل الوصول ليها لظبط الزوايا.
وركب المقصات الجديده والكويل اوفرز، واخيرا ركبوا الشدادات مكان القطع الستوك. وبعد شغل كتير اخيرا العربيه نزلت على الارض بالعفشه الجديده، وكان ضروري انه يدعم شاسيه العربيه، فجبر الشاسيه وركبه، وده بيربط بين اعلى نقطتين في الشاسيه، وده عشان يزود صلابه جسم العربيه، وده بيخلي العربيه اثبت على الطريق وبيحسن ادائها في الملفات. وبعد كده ركبوا كل الكاوتشات. دلوقتي العربيه بعد ما نزلت على الارض وكده كله تمام، الشكل كان مظبوط بالملي، لكن كان في مشكله واضحه جدا. زوايا العجل كانت بايظه تماما، العجل الامامي كان فاتح لبره بشكل ما يخليش العربيه تمشي اصلا، وده طبيعي بعد تغيير العفشه بالكامل. الحل المؤقت كان ظبط الزوايا بالعين باستخدام المقصات الجديده. قدروا يظبطوا الزوايا بشكل مبدئي يخليهم بس يقدروا يطلعوا يجربوها، وبعد ما ظبطوها جت لحظه انهم يجربوا العربيه بعد التعديلات دي. ما كانش فيه اي صوت تخبيط، والعربيه بقت ناشفه وماسكه نفسها، بس في نفس الوقت مريحه وما بترزعش زي السوسه المقصوصه. وكمان استجابه الدركسيون بقت سريعه، العربية بقت حتة واحدة وثابتة على الأرض، وده بيبين الفرق بين التعديل بسيط وتعديل احترافي. عايزكم تقولوا لي رأيكم في شكل العربية بعد ما وطيت. ودي كده تاني خطوة في مشروع تحويل السوبرا، كده فاضل الشغل على الشكل الخارجي والجنوط الجديدة. وانت دلوقتي ممكن تسأل وتقول ماله الشكل الخارجي ده؟ العربية حتى ما فيهاش غلطة. بس يا صاحبي عنوان الفيديو أصلا تحويل السوبرا دي لنسخة جاهزة من كل الأجزاء للتراكات والسباقات، فهيغير أجزاء كتير من الكت الخارجي لكربون فايبر، وده عشان يخفف وزن العربية وهيديله أداء أحسن. فهنبدأ بالكبوت. ده كبوت كربون فايبر جديد موديل S2. اكتر حاجه بتميز الكبوت ده وهي الفتحات اللي فيه، وشكلها هجومي جدا. لما نبص على الكبوت الستوك بتاع العربيه بنشوف ان الكبوت الستوك ناعم وما فيهوش اي فتحات تهويه حقيقيه في النص، والفتحات اللي على الجناب دي مجرد شكل. لكن الكبوت الجديد فتحاته اكبر وكمان وظيفيه، يعني بتدخل هواء حقيقي لتبريد الموتور. المعروف عن السوبرا ال90 ان كبوتها ضخم بشكل مبالغ فيه، تقريبا 80% من جسم العربيه الامامي. بداوا يفكوا الكبوت، وكان لازم ينقلوا كذا حاجه من الكبوت القديم للجديد زي الكالون ورشاشات ميه المساحات، وبدا انه يركب الكبوت الجديد. وبعد ما ركبه ما كانش محتاج انه يظبط الخلوصات، لان النتيجه كانت ممتازه، والخلوص بين الكبوت والرفرف كان مظبوط بالملي. ولسه في شغل كربون فايبر تاني. العربيه اترفعت تاني على الرفعه الهيدروليك، والخطه دلوقتي انهم يفكوا الاكسدام الامامي بالكامل ويظبطوا اضاءه العربيه، وكمان يركبوا شفه الاكسدام الامامي او زي ما بنقول عليها في مصر الكساحه. والكساحه دي كربون فايبر، وغير انها بتدي شكل هجومي للعربيه الا انها مهمه جدا في الايرودايناميك، يعني بتساعد في توجيه الهواء اللي بيعدي تحت العربيه، وكمان الهواء اللي داخل الفرامل. وغير انها اكيد بتحمي الاكسدام الامامي. وعشان يركب الشفه الاماميه صح لازم الاكسدام كله يتفك. فك الاكسدام الامامي وبدا يخرم في الشفه الاماميه مكان المسامير، وده عشان يربط الشفه بالاكسدام. واما ركبت شكلها بقى لايق جدا على العربيه ومفيش اي فروقات، وشكل العربيه بقى هجومي اكتر. وقبل ما الاكسدام يركب في مكانه هيظبط الفوانيس الاماميه. الاضاءه الاصليه لونها ابيض ثابت. التعديل الجديد ده عباره عن جهاز بيخليهم يتحكموا في لون الاضاءه عن طريق ابلكيشن على الموبايل، يقدروا يغيروها لاي لون زي ما هم عايزين. وكانوا شغالين بتركيز. فكوا الهيت سينك او مشتت الحراره من ظهر الفانوس، ووصلوا للبورده بتاعه الاضاءه. شالوا البورده الاصليه وركبوا واحده جديده. البورده الجديده دي فيها فيشه زياده، وهي دي اللي بتتوصل بكنترولر الالوان. وبداوا يبدلوا البورده في الفانوسين، وخلصوا الشغل وركبوا الفانوسين في العربيه، وفعلا جربوها وادت شكل جامد جدا. وبعد ما خلص شغل في الفوانيس ركب الاكسدام الامامي، ودلوقتي جه وقت السبويلر الخلفي، وتركيبه كان سريع وسهل، مجرد لزق دبل فيس وثبت في جسم العربيه. نروح بقى لطقم الجنوط والكاوتش الجداد. اختاروا جنوط موديل كامورا لونها ذهبي. اللون ده هيبان اكتر وهيبقى لايق لما العربيه يتغير لونها بالكامل. مقاسات الجنوط كانت مختلفه، قدام 18 بوصه عرض 9.5، وورا 18 بوصه عرض 10.5. الكاوتش ده كان فالكون، وده نوع اركومباوند يعني كاوتش بتاع سباقات، وده بيحسن التماسك جدا. ركب الكاوتشات في الجنوط، وبعد ما ركبوه الطقم كله اترصص، وجي وقت التركيب على العربيه. ودي كانت اول مره يشوفوا اللون الذهبي على العربيه، والعربيه نزلت على الارض. واول ما العربيه نزلت الشكل كان جامد جدا. اللون الذهبي بتاع الجنط كان لايق جدا مع الكاليبرات الحمراء الكبيره. وطلعوا يجربوا العربيه عشان يشوفوا لو في اي مشاكل في الكاوتش او الفرامل، ويتاكدوا ان مفيش اي حاجه بتحك في الكاوتش الجديد مع الملفات. وكان لازم يختبروا الفرامل، فساقوا على سرعه 70 كذا مره ويفرملوا مره واحده، وفعلا العربيه كانت بتقف بشكل مرعب. اهم حاجه ان وش العربيه ما خططش لقدام زي العادي. العربيه وقفت ثابته في مكانها، مفيش اي صوت احتكاك طلع. كده الفرامل تمام ومفيش معاهم فيها اي مشكله. وبعد ما جربوا العربيه كده العربيه احساسها بقى مظبوط جدا، صوتها حلو وشكلها احلى وثابته على الطريق، وكمان جاهزه للتراك. دلوقتي هيودي العربيه لمركز متخصص في تغليف العربيات، وبعد يومين استلم العربيه. النتيجه النهائيه كانت جميله جدا. توليفه الالوان مع بعضها كانت حلوه قوي، واللون الاخضر ده بصراحه ما كنتش متوقعه خالص على السوبرا، بس مجمل الالوان مريحه جدا. والمركز اللي غلف العربيه دي عامل شغل جامد قوي الصراحه. الكبوت كان عالمي، سابوا اجزاء من الكبوت كربون فايبر زي ما هي، ده غير الديفيوزر الخلفي الكربون برضه، وشفه الاكسدام الامامي. ودلوقتي جت لحظه اول تجربه للسوبرا بعد ما خلصت تماما.
العربية أصلا من غير أي تعديل ممتعة جدا في السواقة، ثابتة على الطريق وممتعة وبضغطة بنزين واحدة بتطير، ووصف إحساسه بالسواقة إن دي من أحسن العربيات اللي ساقها. كل حاجة فيها مظبوطة، من أول الموتور اللي مفيش فيه أي مشاكل لكل أجزاء العفشة الجديدة للإكزوست سيستم اللي حرفيا صوته بيطرب ودان أي حد بيعشق العربيات. وكده نكون خلصنا رحلة تعديل السوبرا، وعايزك دلوقتي تنزل في الكومنتات وتقول لي إيه أكتر تعديل عجبك في الفيديو ده، وما تنساش برضو تقول لي عايز الفيديو الجاي يكون العربية إيه. وكده نكون وصلنا لآخر الفيديو، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة، وبس كده، سلام.